أحمد حسن مدير كرة بمنتخبنا الوطني، طمنا عن آخر استعدادات منتخبنا لمباراة السنغال، وخاصة إن في فاكس وصل من نادي أم صلال لماتش تونس إن هم بيرفضوا مشاركة أحمد فتحي في مباراة تونس. لا، اولا طبعا زي ما انت شفت كنت موجود، الحمد لله المعسكر ادينا فيه بشكل كويس وختمناه بمباراه وديه. طبعا مباراه كينيا اعتقد ان هي كانت مباراه عشان اطمن على عدد كبير من اللعيبه طبعا اللي هم بيلعبوا جوه مصر، واعتقد ان هم استفدنا منها بشكل كويس. اما بالنسبه طبعا لموضوع فاكس ام صلال وكده، ده لا يعنينا في شيء. يعني احنا يجب على مسؤولي اي نادي طبعا ان هو يراجع اللوائح ويراجع اللوائح الاتحاد الدولي كويس قبل ما يبعت حاجه زي كده. احمد فتحي متواجد معانا لحد مباراه تونس ان شاء الله باذن الله، وهيكون متواجد. ما عندناش ادنى مشكله لان احنا بنطبق لوائح الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. اما اذا كان هم رافضين او مش رافضين، ده موضوع يرجع لهم هم طبعا. دي بوادر أزمة جديدة؟ لا لا، ولا ازمه ولا شيء. احنا ما عندناش مشكله اصلا، احنا ما عندناش ازمه اصلا. ان هو لازم يعني لازم مسؤولي اي انديه بما فيهم نادي مصر لازم طب يراجع هم كويس. هم عملوا كده ليه؟ لا، ده موضوع بقى يرجع يخصهم هم، دي مشكلتهم هم مش مشكلتنا احنا. انما احنا بالنسبه لنا احنا بنتعامل باللوائح، لوائح الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، لان احنا اي لاعب محترف دي اجنده دوليه. معروف ان اللعيبه دي كلها تنضم، اللعيبه الافريقيه اللي بتلعب في احسن انديه العالم كلها تنضم لفرقها وهتلعب المباراتين، لان الاتحاد الافريقي كمان هو اللي محدد بناء على اكيد رجوع الاتحاد الدولي، لان احنا عندنا مباراه. وكمان الاتحاد الافريقي هو اللي محدد ان المباراه يوم 5 ومباراه يوم 10. احنا حتى مالناش دخل ان احنا نحدد المباريات والكلام ده وكده. انما هي ممكن تكون، تعرف برضه شويه احنا كدول عربيه بيبقى شويه كده عندنا لغه بالمزاج يعني. انا طبعا زي ما قلت لك احمد فتحي متواجد معانا لحد المباراه الثانيه، ده اجباري يعني مش مش موضوع يعني. بمزاجه. لا مش بمزاج حد طبعا، لا هو لا طبعا. هو أحمد بيتمنى طبعا المشاركة دي. لا لا، مش قصدي على احمد فتحي، انا اقصد ان هو مجبور. لا، دي موضوع بقى تاني يعني، إن هو ما يحبش يكون موجود، ده موضوع تاني. انا بتكلم على، لا طبعا احمد لاعب مخلص لبلده ولاعب مخلص لمنتخب بلده. انما انا بتكلم على لوائح الاتحاد الدولي، هو متواجد. ودي زي ما قلت لك احنا موضوع ازعجنا يعني غريبه جدا، يعني شيء غريب جدا. الناس كلها عارفه ان كل اللعيبه الافريقيين متواجدين مع منتخبات بلادهم. كابتن أحمد حسن، قبل السفر مباشرة إلى السنغال هتقول إيه لجمهور مصر في بداية ضربة البداية لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس الأمم؟ لا، ما فيش طبعا غير ان احنا بنتمنى دعواتهم لينا وبنبذل اقصى ما في وسعنا، وكل الناس الحمد لله يعني مساندين بشكل كويس. نتمنى توفيق المولى عز وجل، ويا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا.